مين؟ أنا افتحي. أهلين، روحي تفضلي. لك أم عبدو، هاي الروايح من عندك وصلنا راس الحارة. روايح إيش؟ روايح إيش يعني؟ حلويات العيد. إيه عم تسوي حالك مالك خبر؟ مو على أساس بدك تيجي تساعديني؟ إيه بجي بساعدك تكرمي، بس بالأكل. زين هذا الشاطرة فيه. وانتي ما بدك تعملي حلويات العيد؟ أنا لا، ما رح أعمل. مو أصدقي أنا بقى تسوي الحلويات يصطفل، خليه يجيب جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ مذاق. تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعلنا وإياكم ممن غفر لهم وأعتق رقابهم. رح نجهز اليوم مع بعض حلويات العيد إن شاء الله. منحط كيلو سميد فرخة وكيلو طحين وملعقتين كبار محلب ومنحركن. هاي العجينة رح نعمل فيها 3 أنواع: راس بعجوة وكرابيج ومعمول. وبس اختلطوا مع بعض منضيف فوقهم كيلو سمنة مذابة. حطينا نحن خليط نباتي وحيواني ومنحرك. وبس امتزجت السمنة بالخليط بالكامل منسوي سطحة ومنتركها لتاني يوم. هاي العملية اسمها بس العجينة. تاني يوم منجهز التبليعة أو السوائل. منحط كوبين حليب يعني حوالي نص لتر و3/4 كوب قطر يعني 200 ملي. منحركن تحريكة ومنجيب العجينة منفرفطة ومنضيف فوقها خليط الحليب والقطر ومنعجن لم وردم، يعني مناخد العجينة هيك من تحت لفوق مثل مو شايفين، مو عجن مثل الخبز. إذا حسيتوا العجينة ناشفة ممكن نضيفولها شوية سوائل. وبس تماسكت العجينة وصارت متجانسة بتكون جاهزة. نتركها ترتاح ساعتين ومنبلش بتجهيز الحشوات. منحط تقريبا 300 جرام فستق ومنطحنون على الخلاط. نحن تركناه خشن شوي هيك منحبه. وضفنا له ملعقة كبيرة سمنة بلدية وحوالي 3 ملاعق كبار قطر ونقطتين من قصنص ماء الورد ومنعجن. ماء الورد كتير بيلبق مع الفستق. وبس نعجنه منعملن كرات وبصحن وعلى البراد. إذا عذبكن الفستق بتشكيله حطوه شوي بالبراد وطالعوه، بسهل عليكم الشغل كتير. وبنفس الطريقة منجهز حشوة الجوز. حطينا حوالي 250 جرام وطحناهم بالخلاط. وبعد ضفنا عليهم ملعقة صغيرة قرفة وملعقة كبيرة سمنة بلدية وحوالي 3-4 ملاعق كبار قطر ومنعجن. السمنة البلدية بالحشوة بتعطي مذاق مميز لحلويات العيد، حتى وإن ما حطيتوا للعجينة سمنة بلدية هاي بتنكهها كتير. وبنفس الطريقة منكور الجوز لكرات وكمان على البراد. وآخر الشي التمر. حطينا 750 جرام عجوة مطحونة وفوقن ملعقة صغيرة هال مطحون وملعقة صغيرة قرفة وملعقتين كبار سمنة بلدية ومنعجن مع بعض. وبعدها منشكلون كرات. بحلب منسمي معمول التمر راس بعجوة والجوز كرابيج والفستق معمول. وهلأ منجيب عجينتنا ومنبلش تشكيل. ناخد قطعة منكورها ومنعمل فيها حفرة مثل الكبة هيك ومنحط كرة تمر ومنسكرها ومنرش القالب بشوية طحين مشان ما يلزق. ومنطبع القرص وعلى الصينية لنخلص كل حشوة العجوة. كمية الحشوة على ذوقكن، بتزيد وبتنقص حسب الرغبة. وبعدها منبلش بكرابيج الجوز. نفس الطريقة مناخد كرة ومنعمل فيها حفرة
منحط الجوز ومنسكر. هدول رح نعملهم بقوالب الكبس. منصف الكرات بالصينية ومنطبعهم باستخدام القالب، وهيك لنخلص كمية الجوز كمان. وبعدها منبلش بالفستق. كمان قطعنا العجينة لقطعة تناسب حجم القالب. بناخد قطعة منكورها هيك ومنحشيها مثل مو شايفين، ومنسكرها ومنطبعها بالقالب. ممكن المعمول ينعمل بسميد بشكل كامل بدون استخدام الطحين، وبحلب منحشيه فستق صاغ مو مكسر. عملنا فيديو السنة الماضية عن المعمول الحلبي الأصلي، رح نحط لكم الرابط فوق إذا بتحبوا تشوفوه. وبس خلصنا منبلش خبز. بنخبزهم بفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 200، وبس أخذوا لون زهر من تحت بنرفعهم دقيقتين لفوق ليزهر الوجه وبس، وبصيروا جاهزات. وهي النتيجة النهائية. ما شاء الله، الروايح بدون مبالغة عبت البناي، والطعم رهيب. ومثل ما قلنا لكم، السمنة الطيبة بالحشوة عطتهم طعم كتير مميزة. والهشاشة شوفوا الصورة ما شاء الله ما بدها حكي. جربوها وإن شاء الله راح تحبوها، وبالعافية، وكل عام وأنتم بخير.